وانا قاعد في البلكونه الصبح لا بيا ولا عليا كنت بسمع الفنان مدحت صالح وفجاه وقفت عند الكوبليه دوت. عايز اعيش في كوكب تاني. وجه في دماغي سؤال، هو الفنان في الكوكب التاني بيغسل سنانه ازاي؟ طب هو ازاي بيحط الميه وازاي بيحط المعجون ومفيش جاذبيه؟ طب كده هو بيحميها ازاي من التسوس؟ حد يطمنا على اسنان الفنان. تخيل نفسك وانت صاحي الصبح بتغسل سنانك ما لقيتش جاذبيه، الميه عماله بتطير، الفرشه بتطير، المعجون بيطير، هتعمل ده كله ازاي؟ ودي فعلا التحدي اللي كان موجود عند رواد الفضاء وهم موجودين فوق ومفيش اي جاذبيه. قعدت ادور كتير واكتشفت في الاخر ان هم في الفضاء بيجيبوا اكياس فيها ميه، الاكياس دي بيبقى فيها شاليمو دوت عشان خاطر يتحكم في مقدار الميه اللي بيطلع. كده حلينا مشكله الميه. طب هيعملوها ازاي بقى؟ اول حاجه هو بيطلع الميه من الكيس وبيحطه في بقه، وبعد كده بيجيب الميه تاني وبيحطها في فرشه الاسنان وبيحط المعجون فيها، وهنا الميه بتعمل كدور الوسيط ما بين الفرشه وما بين المعجون عشان خاطر تلزق، وبعد كده بيغسل سنانه عادي جدا زي ما بنغسلها هنا عندنا في الارض. وبعد ما بيخلص خالص يا ترى هيطلع الميه ازاي بقى؟ في الاخر هو بيبلعها، بيبلعها عادي جدا، ودي مش هتعمل له اي مشكله خالص، لان معجون السنان اللي موجود عندهم في الفضاء غير اللي موجود عندنا هنا، جواه مواد ممكن بلعها عادي عشان خاطر يتغلبوا على المشكله دي. وفي الاخر خالص بيحط ميه تاني في بقه. تيجي تسالني ليه بقى؟ عشان خاطر يغسل فرشه الاسنان. تخيل هو بيغسل فرشه الاسنان عن طريق ان هو بيغسل سنانه بيها تاني من غير معجون. طبعا موضوع غسيل الاسنان في الفضاء مهم جدا. تخيل كده الفنان في الكوكب التاني جاله التهاب عصب او جاله خراج، هيتصرف ازاي؟ عشان كده بنقول دكتور الاسنان دوت الجوكر في اي حته حتى لو في الفضاء. ما تنسوش تتابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وتشاركوا فيديوهاتنا. ودي كانت حلقه النهارده من في 5 كلام.